ممكن تتعلم تقول لأ. هو ايه اللي بيخليك تتدبس في حاجات مش عايزها غير انك بتقول على كل حاجة عشان مكسوف او خايف على زعل حد، وفي الاخر انت اللي بتزعل. انا هقول لك 3 حقائق عن الوضع اللي انت حاطط نفسك فيه لما ما بتقولش لا، من كتاب كيف تقول لا لسوزان نيومان. 1. انت مش بترضي الناس زي ما انت فاكر. على فكرة انت لما توافق على كل حاجة الناس مش هتديك اشادة، لان كده كده انت بتلبي طلباتهم، مفيش جديد يعني هنقول لك شكرا على ايه. 2. الناس مش هما اللي المفروض يتلاموا. معلش بقى ما تقولش الناس هي اللي بتضيع لي وقتي وبتجيلي تحكي لي وتشكي لي وتطلب مني طلبات وانا ما عنديش وقت لنفسي خالص. انا اسفه قوي، انت المسؤول، انت اللي سمحت بده، اديت مساحه زياده من وقتك وجيت على حساب نفسك علشان ترضي الناس. فيا اما تكون مبسوط بده وما تتكلمش، يا اما ما تعملش كده تاني. 3. كلمه لا مهاره مكتسبه، لا محدش مولود بيها، الناس بتكتسبها كده بالخبره من اللي بتمر بيه. فعادي الوقت ما راحش ولا حاجه، اتعلمها، واي حاجه تيجي على سلامك النفسي قول لها لا. من الاخر الكتاب ما بيقولش ان احنا نبطل نساعد الناس، بالعكس، بس بيقول ان في نوع من الناس بيستغلوا شهامتك. خلي بالك من المستغلين اللي بيسهلوا حياتهم على حسابك، وتخلي بالك اكتر من الناس اللي بياخدوا وقت وحيز كبير من وقتك وبيضيعوه في حاجات بلا نفع وشكاوي وطاقة سلبية، وانت كان ممكن تعمل حاجات كتير انفع واحسن في الوقت ده. اكتبولي في الكومنتس، بتعرفوا تقولوا لا ولا بتدبسوا نفسكم؟ انا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.